تعال نسأل نفسنا سؤال بسيط. ليه لحد النهاردة لسه ما بدأتش مشروعك الخاص بيك؟ أكيد في عدة أسباب، علشان مش معاك فلوس، ولا علشان خايف تفشل في المشروع اللي هتبدأه، أو مستني الفكرة اللي ممكن تغير حياتك. أنا جاي النهاردة وجاي أقولك إنك ممكن تبدأ من النهاردة بأبسط حاجة وممكن تحقق دخل حقيقي. خلينا أطرح عليك أقوى وأحسن 5 أفكار لمشاريع بسيطة، ولو خدت خطوة في واحدة منهم ممكن تلاقي نفسك بعد سنة بتعيش حياة تانية خالص. وتذكر إنه الأفكار ال5 هم الناجحين في سنة 2025. ويلا بينا نبدأ بأول فكرة معانا. أول فكرة، الكتابة أو الترجمة الأونلاين. لو بتعرف تكتب كويس أو لغتك الإنجليزي قوية شوية، في آلاف الشركات والمواقع اللي محتاجين الناس اللي تكتب لهم مقالات أو تترجم لهم المحتوى بتاعهم، وزي موقع خمسات ومستقبل. كل اللي محتاجه هو إنك تعمل نموذج شغل كويس وتقدمه عن شغلك انت، مش بتكسب منه فلوس. ده ممكن يبني لك السمعة بتاعتك والسيرة بتاعتك. في البداية ده أكيد لازم تبني لك سيرة كويسة واسم بين المجتمع، ويكون عندك زي نظام شهادة بتبين إنه أنت شغال لناس مكتسب خبرة، بتعرف إيه ما بتعرفش إيه، حاجات زي كده. وتاني فكرة، إعادة بيع المنتجات. شفت المنتجات اللي الناس بتشتريها بالجملة وتبيعها في الأسواق أو أونلاين؟ أيوة، ده مشروع بسيط جدا. ممكن تشتري حاجة مطلوبة جدا مش يبقاش عليها طلب. المطلوب زي الإكسسوارات، مستحضرات طبيعية وأدوات منزلية، وتبدأ ببيعها لأصحابك، أو تفردها في منطقة معينة، أو تعمل مجموعة على انستجرام أو فيسبوك وتبدأ تفرد بيها وتبيع. وتذكر لو اشتغلت صح المكسب هيكون حلو جدا، والناس بتحب تشتري من حد بيقدم جودة وسعر محترمين وكويسين. جودة وسعر، اتأكد. وتالت فكرة، الزراعة المنزلية زي الصبار وغيره طبعا. عارف انك ممكن تزرع نباتات زي الصبار او الريحان او النعناع او غيره فوق السطوح. الطلب عليها عالي جدا، وخصوصا انه الحاجات دي طبيعية وليها استخدامات عالجية زي الصبار الالوفيرا وغيره. تقدر تبيعها للناس او المحلات، او حتى تعمل صفحات وتعرض بيها منتجاتك، ودي هتكون حاجة محترمة جدا. وأهم حاجة، المشروع بيكبر بسرعة. لو لقيت حد بيحب النباتات وبيشتغل عليها وبيشيرك وبيشجعك بنفس الوقت، اتأكد وافتح مشروع. ده كلها مشاريع ناجحة جدا. إن كنت ست بيت فالزراعة هي مشروعك الأول، إن كنت راجل فالمشاريع كلها، وبرضه مشروع الزراعة يناسبك. اشتغلوا بقى وبطلوا الكسل بتاعكوا ده. في فيديو تاني هينزل انه ليه احنا كاشخاص عندنا مثلا الحاجة وشفنا المشروع اللي يناسبنا بس مش راضيين نبدأ بيه. هتشوفوه ان شاء الله، هينزل قريبا بإذن الله. تمام؟ ابدأوا مشروعكم، ما تفشلوش وما تستهيفوش بيه. ده مشروع قسما بالله بيدخل لكم دخل احسن من مرتبكم الشهري. اتأكدوا وشوفوا وانشئوا وابدأوا، وانا معاكم وانا في ظهركم. ابدأوا. ورابع فكرة، التسويق بالعمولة. يعني ايه؟ ناس كتير بتسألني عنها. يعني تروج لمنتج مش بتاعك وتأكد انه مش بتاعك، ولما حد يشتري من خلالك بتكسب عمولتك من غير ما يكون عندك مخزن ولا بضاعة. في مواقع زي جومي وأمازون وشركات تانية كتير بتوفر لك عمولة كل عميل. كل اللي عليك انك تتعلم شوية عن التسويق وتبدأ تنشر الرابط بتاعك، وصدقني مكسبها محترم جدا جدا جدا. وابدأ دلوقتي. واي حاجة مش بتعرفها عن الحاجات اللي زي كده كلمني واتساب. تمام؟ وان شاء الله هرد عليك بالتفصيل، واي حاجة انت عايزها احنا فريق رمز الفكرة بخدمتك بإذن الله. وخامس فكرة، هتجمع بين الأفكار دي كلها. يعني أنت هتختار فكرة وبنفس الوقت هتعمل عنها حاجة علشان مكسبك يكون 2 مش 1. إيه هي؟ خامس فكرة، إنشاء قناة يوتيوب عن تجربتك مع المشروع بتاعك كذا. دي بقى الفكرة، لو طبقتها مع أي فكرة مشروع من اللي فوق النجاح هيتضاعف والفلوس هتتضاعف وكل حاجة هتتضاعف. ابدأ قناة بسيطة بصوتك أو بوشك،
وشارك الناس تجربتك، ومش لازم تكون خبير. الناس بتحب اللي يشاركهم رحلتهم. شارك رحلتك مع الناس وبكل مصداقية وبكل حاجة. شارك الرحلة مع الناس، واليوتيوب نفسه ممكن يكون مصدر دخل كبير جدا ليك في المستقبل. ركز، احنا كل اللي محتاجينه منك نقدم لك الافكار دي بحيث انه انت تبدأ، ويعني خلاص تبدأ وتجيب فلوس زي ما احنا بنجيب فلوس من الاونلاين. انت ليه طول عمرك تفضل تشتغل، او انت ليه طول عمرك تفضل تشتغلي وتنزلي هنا وهنا؟ فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نديكم نصايح بحيث انكم تجيبوا منها فلوس. ما عرفتوش كلموني، مفيش مشكلة. اللي يكلمني ما بيطلعش من عندي الا وهو شايل شنطة فلوس بيده وطالع. تمام؟ فركز وخد الامر بجدية، وسيبك من يعني الحاجات اللي بتقول لا ده الربح خدعة ومش عارف ايه. سيبك من ده كله، اركنه على جنب. مع رمز الفكرة كل حاجة ان شاء الله هتتحقق. متنسوش تشترك. المهم في كل اللي فات انك تبدأ، مش ده كله يكون على الفاضي زي ما قلت لكم. مش لازم تكون عارف ان كل حاجة هي اللي مستنية انك تكمل. ابدأ خطوة وهتتعلم اكتر وتكبر اسرع، وصدقني انه المشروع اللي هيغير حياتك ممكن يكون فكرة بسيطة، بس لو الفكرة اللي هتعجبك سيبها لي في كومنت، وقول لي ايه اكتر مشروع من الخمسة دول حسيت انه يعني هيناسبك، مشروع هتبدأ تشتغل فيه دلوقتي. واستناني بفيديوهات دلوقتي هنتكلم بيها عن خطوات تنفيذية لكل مشروع بالتفصيل. أتمنى لكم يوم سعيد واختيار فكرة مناسبة جدا. شكرا لكم، باي باي، مع السلامة.